ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده سؤال مهم جدا وجاي في الامتحان بنسبه 99% ان شاء الله. تمام. هو ايه السؤال بقى؟ تكلم عن الجزاء الجنائي. يعني ايه الجزاء الجنائي؟ دلوقتي واحد ارتكب فعل خطأ، تمام، صدر ضده حكم، هيتعاقب بايه؟ العقوبه دي ليها حاجتين، او الجزاء الجنائي له حاجتين لو واحد عمل فعل غلط. اول حاجه العقوبه، تاني حاجه التدبير الاحترازي. يا اما هيتحكم عليه بده او هيتحكم عليه بده. تمام. طيب العقوبه دي ممكن تكون سلبه للحياه زي الاعدام، او سلبه للحريه زي السجن المؤبد او المشدد. تمام، ماشي. دلوقتي احنا خلاص استقرينا ان الجزاء الجنائي ده يا اما عقوبه يا اما تدبير احترازي. الموضوع ده هنتناوله بايه؟ اوجه التشابه بينهم واوجه الاختلاف ما بينهم. اول حاجه اوجه التشابه، يعني هما الاثنين متشابهين في ايه؟ متشابهين في الاتي. اول حاجه مبدا الشرعيه. يعني ايه مبدا الشرعيه؟ يعني لازم ينص عليه المشرع ان اللي عمل ده هنطبق عليه ده، اللي عمل الخطأ السرقه هنطبق عليه العقوبه الفلانيه، لازم يبقى منصوص عليها من المشرع. ده لإيه؟ لأن القانون بيقول لا عقوبة، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على النص. يعني عشان أقول الشخص ده عمل جريمة أو يتعاقب بده، ما ينفعش أقوله غير لما المشرع يقوله في نص قانوني. حلو؟ تمام. فالاتنين ليهم المبدأ ده، لازم ينص عليهم القانون، لازم المشرع يقول إن هنطبق العقوبة هنا أو التدبير الاحترازي هنا. تمام. تاني حاجة مبدأ الشخصية. يعني ايه مبدأ الشخصية؟ يعني انا ما بوقعش التدبير الاحترازي او العقوبة الا على المحكوم ضده. ما يعني مثلا واحد محكوم ضده خلاص بعقوبة او تدبير احترازي، بطبقها عليه، ما بطبقهاش على اخوه ولا بطبقها على ابنه، لا انا بطبقها على مرتكب الفعل او المحكوم ضده. تمام. ولكن احيانا بعض التدابير الجنائية بتطبق على الغير، او بمعنى اصح بينضر فيها الغير. زي ايه؟ دلوقتي واحد تم معاقبته بالسجن مع قرار المصادرة دي اللي هينضر فيها اهله. تمام. بس ده يعني حاجة جانبية كده، يعني هو ما يقصدش ان هو يضر اهله، هو يقصد يضر المحكوم ضده، ولكن بيلحق الاذى برضو اهله في حتة المصادرة. واحد مثلا عنده شركة، الشركة دي هو اللي بيديرها واتحكم ضده، فمن ضمن الحكم ان هو يتحبس ويتم اغلاق المنشأة دي لمخالفتها ما. فطبعا لما المنشأة بتغلق بيضر تبعيا الاهل. تمام، ماشي. تالت حاجة مبدأ القضائية. لازم سواء العقوبة او التدبير الاحترازي لازم اللي بيحكم بيهم القاضي، مفيش حد غيره. ناخد بالنا قوي من الجزئيه دي، وممكن تيجي MCQ سواء في مبدا الشرعيه او مبدا الشخصيه او مبدا القضائيه. تمام. تاني حاجه بقى الخصائص التي تتميز به شقي الجزاء الجنائي. ايه الخصائص اللي كل واحده بتتميز بيهم، او بمعنى اصح ايه اوجه الاختلاف ما بينهم؟ اوجه الاختلاف لا هنقول 4 حاجات، لا 5 حاجات هم مختلفين فيها عن بعض. اول حاجه الاساس الفلسفي. يعني ايه الاساس الفلسفي؟ يعني اساس العقوبه ايه واساس التدبير الاحترازي ايه. اساس العقوبه انا بطبق العقوبه لو في حاله حدوث خطا، الخطا ده جريمه. تمام. طيب انا بطبق، اما التدابير الاحترازيه انا بطبقه على اساس ان في شخص عنده خطوره اجراميه، فانا ببعده عن المجتمع اللي هو فيه، مثلا بقعده في مكان معين اجباري بحيث ان هو اقطع عليه طريق ارتكاب الجريمه. تمام، ماشي. يعني عن واحد كده حاسه ان هو لو قعد في المجتمع ده هيرتكب جريمه، ففي الحاله دي بعمله تدبير احترازي. تمام. تاني حاجه من اوجه نقول الاختلاف بقى ما بينهم الوظيفه الاساسيه. ايه الوظيفه الاساسيه؟ وظيفه العقوبه الاساسيه هي إيلام الجني. يعني أنا دلوقتي لما باخد واحد واحبسه بألمه نفسيا وبألمه من تقييده في حريته. تمام؟
ماشي. اما التدبير الاحترازي الوظيفه الاساسيه هو اصلاح المتهم. بصلحه ازاي؟ ببعده عن المكان اللي ممكن يشجعه على ارتكاب الجريمه. تمام. تالت اختلاف ما بينهم المسؤوليه الجنائيه. يعني ايه المسؤوليه الجنائيه؟ عندي في العقوبه ما بيتمش تطبيقها الا على شخص كامل الاهليه ومدرك ومميز هو عمل ايه. تمام. يعني بالتالي انا ما ينفعش اطبق العقوبه على واحد سنه صغير 7 سنين مثلا، ما ينفعش. تمام. ما ينفعش كمان اطبقها على واحد مجنون هو مش عارف اساسا هو عمل ايه. تمام. ماشي. اما التدبير الاحترازي لا، انا ممكن بقى اطبقه على واحد صغير واحد كبير، المهم ان الشخص ده اللي انا بطبقه عليه عنده نوع من الخطوره الاجراميه بتدل كده ان هو لو قعد في المكان اللي هو فيه ده هيرتكب عمليه اجراميه. تمام. ماشي. طيب رابع حاجه في اوجه الاختلاف ما بينهم الغايه من العقوبه ان انا بألم الجاني، انا بألمه نفسيا. واحد بعدمه، واحد بسجنه، بعد عن اهله، في الام شديد كمان. تمام. اما التدابير هدفها ان انا اصلح الجاني. حلو قوي. الاثار المترتبه ده خامس حاجه. الاثار المترتبه على العقوبه ان انا بألم الجانب النفسي من الجاني. ازاي؟ انا زي ما قلنا انا ببعده دلوقتي عن اهله، بقلبه نفسيا، بضره نفسيا بحيث ان هو يكون عنده عظة عشان لو حاول ان هو يرتكب الجريمة دي بعد كده لا يفتكر الإلام النفسي لما قعد لوحده في الزنزانة او مع السجن العمومي او لقى اشخاص هو مش متعود عليهم، يفتكر قوي الألم اللي حصل له في الوقت ده عشان ما يرتكبش العقوبة تاني. تمام. اما التدابير هي بتأثر على العوامل الداخلية اللي بتدفع الواحد لارتكاب الجريمة. يعني ايه؟ العوامل الداخليه والخارجيه طبعا والبيئيه. يعني ايه دلوقتي؟ انا واحد حسيت ان هو عنده ناحيه خطوره اجراميه او عنده احتمال ان هو يرتكب عمليه اجراميه لو قعد في البيئه دي او الوسط ده، فبعمل عليه تدبير احترازي بحيث ان انا ابعد الراجل ده خالص او الست دي عن البيئه اللي هو فيها عشان ما يرتكبش جريمه. فلما بطبق التدبير الاحترازي بيأثر لي على العوامل اللي موجوده، ان انا ببعده خالص عن العوامل دي بحيث ان هو لما يكون بعيد يتم اصلاحه. تمام. السؤال ده مهم جدا وان شاء الله جاي في الامتحان وهيبقى صيغته كالاتي: تكلم عن الجزاء الجنائي. تمام. اشوفكم على خير في السؤال اللي جاي باذن الله. سلام.